جولدن بلوم المجهول. خيرات ديال البلاد ديال المغرب. نعم سيدي، ها انت شوف لي سيدي، نعم تبارك الله. التعبئه شوف 21/2/2023. الله شو تبارك الله يا تمره، نسيك في تمره تبارك الله تبارك الله تبارك الله يا خيرات البلاد تبارك الله. غادي يجي واحد يقول لي شي تمر ديال ما نعرف شنو. شو تبارك الله التمره قداش ما شاء الله تبارك الله. الجزائر وتونس عشان هي البلاد اخويا. جوج اسئله وجوج. هاد التمر هذا جديد حلو. قول لي الثمن. انا بعد هذا غير اللي ما بغاش ياكل التمر ديال البلاد والله 90 درهم. مليح 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 كويس مليح والله. غير اللي ما بغاش ياكل التمر ديال البلاد. علاش ما تكلموش على التمر اللي غزا وغادي يغزو بكثره الاسواق المغربيه هذه السنه، وهو اللي ربما غادي يكون مسرطن جاي من واحد الدوله عدوه. حنا كناكلوا التمر الجزائري منذ الستينات كما قلت، هما كياكلوا ديالنا منذ الستينات، ما كان حتى شي مشكل. دابا كيقول لك التمر الجزائري فيه مواد مسرطنه باش يخلي المجال لتمر اخر ديال هذيك الدوله المجرمه. ولكن احذروا ايها المغاربه، خصوصا الدول العربيه، غادي يكون هناك تمر يحمل اعلام دول عربيه، خصوصا الدول العربيه التي لها علاقات تطبيع مع هذه الدوله المجرمه. اذا حذاري، تجي تشري التمر غادي تلاحظ بان كان واحد التمر كبير، ذاك المجهول ولا مجدول ولا شنو سميتو، هذاك ليس بتمر مغربي وليس بتمر جزائري وليس بتمر عربي. حاجه اللي عجبتني في المقاطعه تاع التمور، خصوصا هذو الاعلاميين بما فيهم طامشه، انه التمور الجزائريه ما ياكلوهاش العاهرات لانها مسقيه بدماء شهداء.